ليه عقلنا دايما بيركز على الفكرة السلبية أكتر من الفكرة الإيجابية؟ الموضوع ده يعني الأول أنا كنت فاكراه الصراحة إن هو عيب فيا أنا لوحدي أو عيب فينا احنا كبشر يعني بصيت له كعيب مش كصفة عادية أو صفة كان ليها فايدتها في يوم من الأيام، لحد ما قريت عنه شوية حلوين كده في علم الأعصاب وفي الحاجات اللي بتدرس إن عقل الإنسان اتطور ازاي أو كان بيشتغل ازاي. فعرفت شوية حاجات مهمة كده، ان عقل الانسان في العادي هو الصفة دي عنده ليه انه بيركز على الحاجة السلبية عشان النجاة من الخطر. يعني لما كنا احنا طبعا ما الانسان تطور بسرعة جدا في 200 سنة اللي فاتوا مثلا او الفترة المؤخرة الاخيرة، وقبلها كان عايش بقى الاف ولا ملايين السنين كلها في كهف، في حاجات خطرة. ففضل عندنا لسه شوية كويسين، يعني مش قليلين، من عقلية رجل الكهف دي اللي هو اهم حاجة عنده البقاء والحماية من الاخطار، واللي هو ما بقاش شبه الحياة بتاعتنا تقريبا بقت طول ما انت مش يعني او اغلب الوقت انت في امان الحمد لله، يا اما قاعد في البيت في اخطار بسيطة، يا اما حتى في الشارع الاخطار مش كبيرة اللي هو تفضل منتبه قوي. فايه التطور التكنولوجي ده مش مناسب خالص يعني لتطور عقلنا ما قدرش يتطور بالدرجة دي. فبيعامل دلوقتي مثلا الحاجة السلبية او الحاجة الناقصة او الحاجة المخيفة زي ما تكون حاجة خطر هيهدد حياته، زيه زي حد قاله كلمة وحشة. يعني بنتعامل مع الأسد اللي كان هياكل جدك زمان، أو الجبل اللي هيقع عليه، شوف حاجة هتودي بحياته. يعني هنا الموضوع بقى مسألة بقاء. مثلا حاجة ان انت ما لقيتش الماركة اللي انت عايزها، الموبايل اللي معاك مش عاجبك، الموبايل هنج منك، حد قالك كلمة وحشة، حاجات ما تموتكش ابدا. فللأسف ده تحول ان تركيزنا على السلبي ومش لاقيين نتيجة. هناك النتيجة او وقتها النتيجة كانت انقاذ حياتك اللي هو البقاء. انت لو ركزت يعني ارجع كده، تعالى نتخيل من 2000 سنة، ولا انا معرفش التاريخ قوي بس يعني او الفترات بالسنين، بس تعالى نرجع مثلا الناس كانت عايشة في الطل كده في الكهف في الارض. تخيل ان انا لو قلت له ركز على الحاجة الايجابية او الحاجة اللي انت عايزها، عايزة احنا في ايه ولا في ايه؟ انت دلوقتي اول حاجة ان انت تعيش ثم تعيش ثم اما انت اللي هنا البقاء بقى هو اللي بيعيش او اللي هيفضل لتاني يوم، هو ده كده الناجح وهو ده الصح، مش اللي هيبقى مبسوط شوية ولا مشاعره. اما فيش وقت الكلام ده. يعني تخيل ان هو حد في حرب مثلا مستمرة، لا قدر الله البلاد اللي فيها حروب على طول، ده انا ما ينفعش ان احنا نفكر بالطريقة دي نقول له بص على الايجابي بس وكده. حتى لو هو حاول الموقف ممكن يفرض نفسه، الا لو ناس بقى يعني متطورة جدا في وعيها يعني. فكل اللي عقلك بيعمله بيبقى موفر ان هو يركز لك الخازوق جاي منين او الخطر جاي منين، فتفضل تركز فين الحاجة الخطر، فين الحاجة اللي ممكن تموتني عشان اعيش بس. طيب لما الخطر ده يبقى اخف كتير او اقل كتير قوي وافضل على العقلية دي، انا هحس هنا ان في حاجة غلط. ليه؟ لان هنا هو هناك كان بيحمي نفسه فبيلاقي نتيجة، النتيجة ان هو عاش واللي حواليه ماتوا. فعقله هنا بيطلع له بقى عنصر المكافأة، بيطلع له ايه؟ هرمون المكافأة او الدوبامين او ايا كان الحاجة اللي هيطلعها له عشان يقوله برافو عليك. فهو بيحس ايه ده؟ لا ده اللي مركزت على الخطر مش عايش معانا النهاردة، فده انا كده عملت انجاز كبير. لكن تعالى النهاردة في حياتنا ديت، لا هو لو انت ركزت على الخطر او ما ركزتش على الخطر بتلاقي نفسك الحمد لله عايش في الغالب يعني. ف واللي حواليك بتلاقي بقى العكس. دلوقتي الناس بقى اللي هي مش في دماغها اي حاجة بتلاقيها سبحان الله مرتاحة وما بتعياش وحياتها ألطف منك، وساعات بقى كمان ناجحة وبتنجز اكتر منك. فهنا عقلك بقى ما بيقدرش يطلع لك عنصر المكافأة، لان هو اصلا مش فاهم ما بقاش فاهم الوسط اللي عايش فيه، لان هو كان عايش في بيئة هو فاهمها ومتعود عليها آلافات السنين. وفجأة كده الأجيال بقى بدأت تتطور جدا، هو مش عارف يواكب عقلنا. طيب هل دي كده حاجة خلاص حتمية قدرنا بقى مش هنقدر نخرج منه؟ لا، هو في النهاية عقلنا ده مش احنا، برضو لازم نوصل للنقطة دي. عقلنا ده جزء مننا او ميكانيزم او يعني ميل معين او نزوع، ده جزء فينا. لكن احنا مش عقلنا، احنا في عندنا الادراك، ادراك فائق ان احنا ممكن نقدر نتحكم في عقلنا، مش نتحكم فيه ان احنا نجبره. لا، ندير عقلنا ده ازاي؟ ان انا دلوقتي خلاص انا ادركت واعيا
ان انا لا، انا عارف ان انا مش في خطر، فانا كل شويه على الاقل هقول لنفسي والله هو عقلي بيعمل كده بس انا مش في خطر. انا يعني الفيديو او الفويس ده مش القصد منه ان احنا نقول ان يا والله عقلي بيفكر بطريقه سلبيه، طب ما انا هعمل ايه، ما ده انا ليا حق. ف لا، الهدف هنا ان انا افهم الموضوع ماشي كده ليه، مش ان انا اقبل بيه، لان هو لا، ممكن نتلاعب بيه، او ممكن يعني زي ما تكون حاجة احنا هنحود من جنبها. يعني مش احنا هنا الهدف من الكلام هنا، انا بأكد تاني، مش ان انا ببرر احنا ليه، لا، هو احنا بنفهم بس الموضوع، بنرصده عشان نوصل لحاجة احسن. زي مثلا احنا ساعات بنتولد حد مش ساعات، احنا كلنا بنتولد ما بنعرفش نكتب ولا نمسك قلم، دي طبيعتنا، ما حاجة فطرية ان احنا ما بنعرفش نكتب. طب هل ان انا خلاص بمتثل لكده، بقول هو اصل احنا دلوقتي بقالنا الافات السنين عمرنا ما حد كتب ولا نعرف الكلام ده، فكوني ان انا امسك القلم واكتب واجبر عقلي، لا، دي حاجة كده مش فطرية، مش هتعلمها. محدش بيفكر كده، ده احنا بنروح المدرسة وبنودي ولادنا واربع خمس سنين على ما بيبتدوا ان احنا نعودهم كل يوم انتوا هتكتبوا، يعني هتكتبوا، مفيش اوبشن تاني. محدش بقى بيرجع يقول ايه والله لا، اصل هو الطفل دوت مش مؤهل للكتابة، هو احنا اللي مش مؤهل بنأهله. فاحنا عايزين نتعامل مع موضوع ان احنا تركيزنا على الخطر، عايز ده اللي بنتولد بيه صحيح، بس احنا مش مناسب للزمن اللي احنا فيه او للفترة دي، والا هيوصل للنتيجة ان احنا اعصابنا بتتدمر وما بنوصلش لحاجة، والواقع بتاعنا الاخر بيبوظ بعدها. غير كده يعني لو ما عملنا غير كده يعني ما عندناش حل تاني بمعنى اصح. فاذا عايزين نعتبر المهارة اللي هنقولها دلوقتي اللي هي الانتباه او التركيز على اللي انا عايزاه مش على السلبي. السلبي هنا مش معناه الوحش، لا، معناه اللي انا عايزه افر منه او اللي انا مش عايزاه. احنا صحيح بنتولد كده، زي ما احنا بنتولد ما بنعرفش نكتب، ولا اصلا في مخيلتنا ولا عايزين ان احنا نمسك قلم. العيال حتى لما بتمسك القلم وهي قبل ما تتعلم الكتابة بتقعد تعمل كنافة كده وتشخبط، بس احنا بنحط حاجة تانية، بننزل بقى ايه، برمجة تانية، هي بقى دي اللي بنتعلمها. فهنتعلم ان احنا نلعب او يعني ايه، نولف انتباهنا على اللي احنا عايزينه، زي ما احنا بنتعلم مهارة الكتاب. مش عذر ان انا ما بتولدش اكتب والكلام وكل حاجة، احنا اصلا بنتولد في حتة تانية خالص، بنتولد اصلا اقرب للانسان اللي هو البدائي، بس احنا بنقعد نعلم نفسنا او نعلم اطفالنا الحاجات دي. فده الهدف، نفس الكلام. فانا هكرر تاني ان الفيديو ده هدفه ان انا بقولك مش معنى ان انت اتولدت ما بتعرفش تكتب ان انت معيوب، ده كلنا بنتولد ما بنعرفش نكتب. اوكي، اذا انا طبيعي ان انا ما اكتبش، ولكن انا هتعلم الكتابة عشان دي مهارة بقت اساسية في العصر اللي انا فيه. الانسان مش عبد الحاجة اللي اتولد بيها، بيقدر يتعلم مهارات كتير جدا. فنفس الكلام ده عايزين نطبقه على مهارة ايه، تطويع الانتباه. ان انا مولود ان انا انتباهي يا اما بيبقى مشوش، يا اما بيجي على الحاجة اللي انا مش عايزة بينتبه لها اكتر. فهمنا السبب والاساس العصبي بتاعه بنفهمه، بس عشان ايه، ما نحسش ان احنا فينا حاجة غلط. ده كان الهدف، او عشان ايه، اذا ذكر السبب بطل العجب، ده بس يعني فهم عشان يريحنا. ولكن احنا مش هنفضل بده، احنا هنتعلم المهارة العكسية بقى، او اللي هي ايه، اللي هتناسب زماننا، اللي هي ايه، تطويع الانتباه. ده اللي هنتكلم عنه بقى بالتفصيل الجزء الجاي.